أول شي مدور وسبرنج مال قلم وسنارات 5، ويراد لك بعد ستوبر، ويراد لك خيط 35. تربط الخيط أول مرة على المدور، تجيب السبرنج هذا اللي هو مال قلم الألوان، كسرته طلعت السبرنج من عنده هالشكل هذا يصير. بعدين تجيب الستوبر، هذا الستوبر خليه بالفتحة، هاي الحديدة تسحب، ترجع الستوبر على السبرنج، على المود ياخذ استقراره السبرنج يصير هذا الحديد. بعدين تجيب لك سنارة اللي هي حجم 4 5، انت بكيفك، واكو قياسات، يعني اكو هذا القياسات الانجليزي بالعكس 4 و5 و6، والباقي السنارات لا 11 و12 و13 و14 هذني. اما هذول يعني الكوريين، هذول اليابان عندهم يعني الاحجام ارقام بالتسلسل، يعني 1 2، هسه هذا رقم 4. خوش سنارة قوية. هاي الشدة مالتها تسحب الخيط هذا، صارت عندك هالشكل. بقص الزايد تسحب القوة مالته، يصير عندك هذا الشكل. بعدين تجيب لك خيط، تحسب 4 فرات متساوية، يعني طول شبر. الخيط يعني يكون كتان قياس 35 أو 40، لون أخضر. قصة بالتساوي. بعدين تجيب هذا الخيط وتخليه بالمدور الشكل. بعدين تفره هذا الشكل. بعدين ربطة ربطة صغيرة حتى يقوى فدنه. نفس الفتحة اللي خلينا بها الخيط المدور، ترجع الخيط مرة ثانية هالشكل، تسحبهن، راح يصير عندك ربطة كلش قوية، بحيث بعد ما لا يزحزح لا يمنى ولا يسرى. هسه نجيب السنارات، تحسب وتشوف القياس مالته، خليها الحد السوداء، للسوبر الأسود. كذلك نفس الشغلة، تفرها 5 فرات. قويها شوية على مود تاخذ البوش مال الخيط. صارت هذا الشكل. السنارة اللي جوا، هذا اللي هنا، وإن شاء الله يعجبكم.